يا مساء الفل والورد والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مكرونه ميكس. ايه بقى هي المكرونه الميكس؟ هنبدا الفيديو مع بعض كده ونصلي على سيدنا محمد ونقول المكونات. معايا كده نص كيلو بانيه مقطعاه شاورما كده بالطول، تمام. وهبتدي ان انا احط عليها بهارات، 7 بهارات، وهحط ملح، وكمان هحط رشه قرفه كده صغيره، وهحط نص معلقة كده من الكاري، وكمان هحط ربع معلقة من الجنزبيل. جنزبيل بيدي ريحة وطعم للفراخ جميلة. وهنحط معلقة صغيرة فلفل اسود، وكمان هنحط معلقة صغيرة من البصل البودر، وكمان معلقة صغيرة من الثوم البودر، وهنحط معلقة صغيرة من البابريكا. عايزه اقول لكم المكونات دي بتدي طعم للفراخ معايا رهيب رهيب رهيب. هنقلب بقى كل ده كده مع بعضه. الطريقه دي او الوصفه دي مش هتاخد منك 10 دقايق في المطبخ. قلبت بقى كله كده، وبعد كده جبت معايا طاسه فيها معلقتين زيت سخنوا كويس جدا، وبعد ما سخنوا ابتديت ان انا انزل بالفراخ كده. هنعملها يعني زي طريقه الشاورما شويه. وبعد كده اول لما ابتدت ان هي تاخد لون معايا، طبعا مش هقلبها الا لما احس ان هي ابتدت تنشف كده معايا، ولازم نكون معليين النار عشان الفراخ ما تنزلش معايا ميه. هبتدي بقى ان انا احط لها دلوقتي فصين من الثوم كده، ان احنا يعني فرمينهم، تمام. وبعد كده كمان هشوح بقى. بصوا بقى ابتدت الريحه تطلع ايه، عظمه عظمه كده. هبتدي بقى كمان ان انا احط لها معلقه من الهريسه. بصوا الهريسه دي انا عاملاها بوريكم، يعني ان انا حطاها في برطمان من عندي من بتاع المايونيز عادي. دي انا عاملاها في البيت، جميله جدا جدا. بصوا مسافه ما الهريسه نزلت فيها هتديها لون حلو قوي قوي قوي، تمام. لو عايزين طريقه الهريسه دي قولولي وانا اعملها لكم، جميله جدا جدا وموفره كمان في البيت، ان احنا نكون عاملين كل حاجتنا بايدينا ومخلينها في البيت. حطيت بقى الهريسه، وهبتدي كده انزل ببصلتين مقطعهم صغير، مقطعهم شرايح، مفرماهم. بس من الاحسن ان هي ما تكونش مفرومه، لا نقطعها صغير، لا اما عايزه تقطعيها شرايح مفيش مشكله. شوحناها بقى كده، وبعد كده نزلت دول قرنين فلفل رومي، بس هو رومي احمر، تمام. طبعا مش حاطين فلفل اخضر لان احنا حاطين هريسه، فالهريس كده كده فيها ايه، نسبه شطه، تمام. وهبتدي برضو دي الصلصه اللي احنا عاملينها، طبعا وريتها لكم كذا مره، برضو معلقه صلصه كده كبيره. وهبتدي برضو ان انا اشوح. ما عندكيش طبعا صلصه عاملاها في البيت، بتحطي معلقه صلصه اللي هي الاكياس او برطمانات اي حاجه، تمام. هبتدي ان انا اشوح كل ده مع بعضه. وبصوا بقى اللون والريحه بقى طالعه خطيره بجد. وبعد كده هحط لها شويه ميه صغيرين خالص، وهسيبها بقى ان هي ايه، مش هتنشف. انا عايزاها جوسي كده، ويكون فيها شويه كده من الطماطم الصلصه بتاعتها. خلاص كده تمام زي ما احنا شايفينها اهي. هطفي بقى عليها. بصوا شايفينها عظمه. هروح بقى ان انا اسلق المكرونه. جبت انا مكرونه ايه، جبتها اللي هي السوسته دي. بصراحه اول مره استعملها في الاكل معايا، بس طلعت جميله جدا جدا. خلصنا بقى المكرونه وصفيناها من الميه، وبعدين نزلت بيها على الشاورما اللي احنا عاملينها دي، وقلبناها كويس جدا. لو ما عندكيش طاسه اعمليها في حله. هنقلب بقى كل ده كويس جدا كده، واحنا مولعين النار سهريه. يعني ايه سهريه؟ يعني موطيينها خالص عشان الحاجه ما تشتش مني. هنحط بقى شويه جبنه مبشوره رومي، وشويه جبنه مبشوره موتزاريلا. لو ما عندكيش رومي حطي شيدر، ما عندكيش رومي ورا شيدر حطي موتزاريلا، بس ما فيش مشكله خالص. بس انا اللي عندي حطيته. خلاص جبت طبعا الجبنه الرومي وفرمتها في الكبه، ونفس الكلام برضو الموتزاريلا فرمتها في الكبه عشان تبقى مبشوره معايا كده. وهجيب بقى اي بايركس او صينيه عندي، وابتدي ان انا انزل بيهم كده انزل بالمكونات بتاعتي كده في الصينيه وافردها. وبعد لما هفردها بقى هبتدي ان انا اجيب ايه، هجيب الموتزاريلا بتاعتي نفردها بس شويه كده. عايزه اقول لكم المكرونه السوسته دي جميله قوي، عجبتني. هبتدي بقى ان انا انزل بالرومي بتاعتي اللي انا بشرها. زي ما قلت لكم لو ما عندكيش كبه ممكن تبشريها بالمبشره عادي، بس دي احسن طريقه. بدل ما احطها كده قطع او احطها ان هي معموله شرايح، لا كده افضل، تمام. وبرده نفس الكلام هنحط الرومي الاول من تحت عشان الرومي بتتحرق بسرعه، وبعد كده هحط فوقيها كده الموتزاريلا هغطيها كلها. عايزه اقول لكم كانت عظمه، ولا بقى بشاميل ولا اي حاجه. انا ما حبيتش ان انا اعملها ببشاميل، انا كنت عايزه اعملها كده. هي اسمها ميكس، تمام.
هبتدي بقى ان انا احطها في الفرن. عايزه اقول لكم كانت ريحتها جميله جدا. حطيتها في الفرن من تحت شويه 3 دقايق، وبعد كده طلعتها على الشوايه. وده بقى شكلها بعد ما طلعت جميله جميله عظمه. عايزه اقول لكم انا كنت مشغله الفيديو على اساس اوريها لكم بتمط ازاي وطالعه ازاي جميله، بس طلع الفيديو مش شغال. بس جت كده حته صغنونه زي ما احنا شايفين كده اهو، بس هي طبعا باينه من غير اي حاجه. جميله جدا جدا وطعمها كان في منتهى الجمال، جميله بجد. اول كمان حته كده لما طلعتها كانت جميله، بس انا ما كنتش اعرف ان كل ده الفيديو ما بيصورش الا بعد ما خلصت خالص. هبتدي بقى ان انا اقطع بقى حته كده واوريها لكم. بصوا عظمه عظمه عظمه، ما شاء الله، جميله جدا جدا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه لو مش مشتركين، واقول لكم مع السلامه.